والزغنطوطة، حكايتنا حلوة وجميلة، حكاية حلوة والزغنطوطة حكايتنا. في جنوب الوادي تحت في أسوان كان عايش سامي صاحب أكبر مزرعة ورد. هي مش أكبر قوي، لكن سامي كان مشهور جدا بالورد الجميل بتاعه. سامي ولد قلبه طيب، وكل الناس اللي في البلد بيحبوه وبيودوه. لكن أوفى صديق له كان مرسي الطحان، صاحب سامي الروح بالروح. صاحبه لدرجة انه ما كانش في مرة يعدي من جنب جنينة سامي من غير ما يملى السلة اللي معاه ورد من الورد الجميل والنادر بتاع سامي. الأصحاب لازم يكونوا بيشتركوا مع بعض في كل حاجة، زي ما كان مرسي بيقول دايما. ولما كان بيمشي بالورد كان سامي بيبقى مبسوط انه قدر يكون صاحب كويس لصديقه الطحان الوفي، وقدر يشاركه باللي عنده. والجيران كانوا دايما مستغربين ان مرسي عمره مد حاجة لسامي في المقابل، بالرغم من انه عنده اكياس دقيق كتير في المخزن بتاع القمح بتاعه، وكمان عنده 7 بقرات وغنم ما يتعدش. لكن سامي عمره ما كان بيهمه كلامه. كفاية عليا الكلام الجميل اللي مرسي دايما كان بيقوله عني وعن صداقتي. كان دايما سامي يرد: انا مش محتاج حاجة تاني. وسامي كان بيشتغل في الجنينة دايما في وقت الربيع، الصيف والخريف. لكن لما الشتاء جه الدنيا مطرت جامد قوي، غرقت الارض بتاعت سامي، وشوية الورد اللي كانوا عنده راحوا خلاص. وسامي يا حرام كان بيحس بالبرد علشان باع البلطو بتاعه. كان في ايام كتيرة بينام فيها سامي من غير عشاء. وعلى الناحية التانية من البلد مرسي قاعد متدفي في بيتهم وبيشرب سحلب وقرفة علشان يفضل دفيان. مش هتروح تطمن على سامي صاحبك بتاع الورد؟ مراته بتقوله: دي الدنيا بردت. فرد عليها مرسي الطحان: ما يفتش في حاجة لو انا رحت له دلوقتي. الناس لما يكونوا في ضيقة احسن حاجة نعملها لهم اننا نسيبهم لوحدهم وما نتقلش عليهم بالزيارات. انا يعني هستنى لغاية الربيع ما يجي، وساعتها بقى ابقى ازوره واخد معايا سبت كبير املاه ورد من الورد الجميل بتاعه، يعني لان دي حاجة بتبسطه جدا. يا سلام، قد ايه انت بتفكر في التانيين وقلبك كبير. دي مراته راحت رد عليه: انا متأكدة ان كلامك عن الصداقة لازم يتكتب ويتدرس. شهير ابن الطحان الصغير بيقول: لكن هو يا بابا احنا مش ممكن نعزمه عندنا هنا؟ يعني لو انكل سامي تعبان انا ممكن اديله نص الاكل بتاعي، وكمان ممكن ينام معايا في السرير الدافي. اوعى تقول الكلام ده مرة تانية. ده مرسي الطحان بيقول، وقرب عليه وقال له: لو عمك سامي جه هنا وشاف بيتنا الدافي والاكل الكويس بتاعنا ممكن انه يحسدنا، والحسد ده حاجة وحشة جدا، مش ممكن اسيب صاحبي سامي يقع فيها. وقال برضو: كمان لو عمك سامي جه هنا اكيد هيطلب مني شوية دقيق على النوتة، وانا راجل مش بتاع الكلام ده. الصحوبية حاجة والدقيق حاجة تانية خالص. خلص وقت الشتاء وجه الربيع من جديد. دلوقتي بقى انا ممكن اروح اطمن على صاحبي وحبيبي سامي، اشوف عامل ايه دلوقتي. ده مرسي الطحان بيقول لمراته: قد ايه قلبك كبير، دايما بتفكر في التانيين. مراته ردت عليه وهي بتديله اكبر سبت عندهم: ويا ريتك يا اخويا تملنا السبت ده ورد. لما وصل مرسي الطحان فرح بيه جدا سامي، وقال له: انا كنت فاكر انك نسيتني. فرد عليه الطحان وقال له: عيب تقول كده، الاصحاب الحقيقيين عمرهم ما ينسوا بعض. وراح مديله السبت اللي معاه وقال له: يا ريت كده
تملالي السبت ده ورد لو سمحت. اتردد سامي وقال له بس الورد والفاكهة الموجودين دول يا دوب يعني يكفوا اني ابيعهم واقدر بيهم يعني اسدد تمن العجلة بتاعتي اللي رهنتها عشان اقدر اكل في الشتاء اللي فات. رد عليه مرسي وقال له يا راجل عيب تقول الكلام ده، انا عندي عجلة قديمة ومش بستعملها وممكن اديها لك على طول. وتاني يوم في الشمس كان سامي واقف بيمسح عرقه، بس ده مش البقر بتاعه، ده بقر مرسي الطحان، لانه قال لسامي بما اني هديلك العجلة بتاعتي يبقى انت كمان ممكن تساعدني في رعاية البقر بتاعي اللي في الارض، ودي اقل حاجة بين الاصحاب. ووقف سامي طول النهار في الشمس، والطحان حتى مهتمش يعزم عليه انه يتغدى معاه او حتى يبل ريقه بكوباية مية. تاني يوم سامي يا حرام كان في السرير عيان، جات له ضربة شمس، تعب من الشغل طول اليوم من غير حتى ما ياكل. عم منير وعم سيد جم علشان يزوروا سامي وهو عيان، لكن الطحان مجاش. قال ايه ما عندوش وقت يعمل كده. وعلى السرير سامي كان قاعد يحكي لهم قد ايه هو اتعلم من مرسي الطحان امثلة عن الصداقة. عم منير رد وقال لكن مرسي ما يعرفش اي حاجة عن الصداقة. الصداقة يا ابني مش بالكلام، الصداقة بالافعال. راح عم سيد ونده للدكتور علشان يجي يشوف سامي، وجه الدكتور وحكاله سامي عن كل اللي مرسي عمله معاه، وكانت مفاجأة للدكتور انه يسمع الكلام ده. راح الدكتور لعم مرسي الطحان وقال له انت راجل اناني. زعل جدا عم مرسي وقال له ابدا، ده حتى كلامي دايما عن الصداقة والوفاء، انت ما بتسمعش عن كلامي؟ حتى اسأل كده كل الناس اللي حواليا، كله كلام في كلام. الدكتور قال له طبعا يا مرسي انت استغليت صداقتك لسامي وما كنتش بتديله اي حاجة في المقابل الا الكلام. بره الباب شهير ابن الطحان سمع المناقشة بين الدكتور وبين ابوه، وكانت مفاجأة بالنسبة له انه يعرف ان والده اناني وما يعرفش معنى الصداقة، مع انه دايما بيتكلم على الصداقة. راح شهير لسامي بسبب الورد والفاكهة اللي عم مرسي أخده منه، راح يصالحه ويستسمحه ويعتذر بالنيابة عن باباه. سامي ما كانش زعلان ولا حاجة. أنا مش عايز حاجة يا شهير، أنا بس نفسي إن والدك يكون اتعلم إيه الفرق بين إنه يقول حاجة ويعملها فعلا. على فكرة دي مش آخرة الحكاية، لأن الطحان اتعلم لما كل الناس قطعوه، اتعلم وعرف قد ايه هو كان غشاش، وهو قاعد في البيت لوحده بيندم على كلامه اللي كان بس كلام، ويندم حيث لا ينفع الندم. الصاحب مش بس بالكلام لكن بالافعال، لو كان فعل كانش زمان كل الناس اتخلت عنه دلوقتي.